السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. الف حمد وشكر ليك يا رب. دي شقة ابني اللي استلمها، نقل من شقته التانية للشقة دي بعد ما استلمها الحمد لله. ربنا يا رب كده يجعلها له كلها خير ورزق وهنا وراحة بال، ويخلي له ولاده يا رب، وما اشوفش فيهم حاجة وحشة ابدا. انا رحت عند مرات ابني، لقيت الدنيا كده مش عاجباني. فايه اللي انتوا عاملينه ده؟ قالت لي ابنك اللي عامل كده. ابني ايه؟ ابني ايه اللي عامل كده؟ اولا انا بوريكم الاول، انا كده واقفه في البلكونه بفش الغل اللي جوايا من اللي انا هوريه لكم دلوقتي. ده الفيو بتاع المكان يعني او بتاع العماره، وانا واقفه في البلكونه رحت مصورها لكم. بصراحه ما كانش في دماغي ان انا اصور حاجه، بس الغيظ خلاني اصور. دخلت لقيت مراتبني حاطين العفش كده عشوائي كده، وراكنين الانتريه بتاعهم في مكان، في اوضه صغننه كده في الريسبشن. والدنيا مش عجباني بصراحه، يعني انا دخلت اتوترت. السفرة زي ما انتوا شايفين كده في وش باب الشقة وهي والنيش، وسايبين نص الصالة كده او نص الريسبشن فاضي. ايه يا بنتي اللي انت عاملاه ده؟ قالت لي انا مالي، ابنك يا طنط اللي عامل كده. انا ماليش دعوة، ده المطبخ بتاعهم، بس لسه الرخامة بتاعت البار بتاعت المطبخ هو امريكاني ما ركبتش. فهم حطوا العفش كده وبيوضبوا وهم قاعدين، بس انا بصراحة طريقة العفش ما عجبتنيش. هي حاطة سجادة الصلاة زي ما انتوا شايفين، آه، فرشين فرش كده، انا شفته اتنرفز. بصوا حاطين يعني خدوا بالكم من العفش عشان هوريكم انا عملت ايه دلوقتي، ولو انا غلطانه قولي لي انت غلطانه. انا مش حامه مفتريه والله، بس انا ما بحبش اشوف حاجه ما تعجبنيش. بصوا الانتريه، حاطه الانتريه ومكتاه كده، وحاطه له بياضات بقى وخايفه عليه، وفرشه زي ما انتم شايفين كده في الشقه. طب ايه يا بنتي؟ طب النص ده انت سايباه عريان ليه كده، نص الصاله؟ رحت قلبة الدنيا بقى، خرجت الانتريه بره في الصاله، وحطيت السفره زي ما انتم شايفين كده مكانه. دخلت النيش ودخلت ترابيزه السفره، وقلت لها بصوا هي المكان ده مرسوم على السفره زي ما انتم شايفين كده. البراويز بتاعت النيش او بتاعت السفره حطيتها لها كده فوق البوفيه بتاع النيش كده زي ما انتم شايفين. وقلت لها هو لما يجي يدق لهم علاقات ويعلقهم. خرجت الانتريه وشلت البياضات رميتها كده زي ما انتم شايفين، وخرجت الانتريه في الصاله زي ما انتم شايفين كده. ايه رايكم؟ والنبي لو انا غلطانه قولوا لي يا طنط، والله هيجي يزعق. قلت لها مالكيش دعوه، قولي له ماما اللي عملت كده. بصوا رونزا واقفه بتتفرج عليا وعماله تضحك. ايه رايك يا رونزا تبص لي وتضحك كده احلى، ولا الاول يا رونزا تبص لي وتضحك؟ زي ما انتوا شايفين. بصوا خدت الكونسول حطيته بقى زي ما انتوا شايفين كده مكان النيش. هم كانوا حاطين النيش في الحته ديت، قلت لهم بقى المكان ده عايز له بوفيهين، هاتوا له بوفيهين، كرسيين، هاتوا له اي حاجه من ناحيتين كده وحطهم له. حتى ما كانش عامله هي حسابها في، ما فرشتش ساعتها المشايات، بعتتهم لي في الاخر وهي فرشاهم. هوريهم لكم في اخر الفيديو. طب قولوا لي بالله عليكم، اللي انا عملته ده احلى ولا اللي هم كانوا عاملينه؟ والله العظيم انا بقبل الانتقاد عادي، انتقدوني وقولوا لي ده مش من حقك ان انت تعملي كده. دي كراسي المطبخ، يعني كراسي البار بتاع المطبخ. هي لسه المطبخ واقفه بتروق فيه بقى، بس انا وتوته مسكنا الدنيا قلبناها كده. وقلت لها لما يجي قولوا له ماما اللي عملت كده. شايفين السفره اهي مكان الانتريه وقدام المطبخ، يعني هو المكان ده مفتوح من ناحيتين. قلت لها يبقى الاقرب للسفره المطبخ يعني مش الانتريه. فنقلته كده يا طنط النيش هتدخلي؟ قلت لها هدخل كل حاجه، مالكيش دعوه انت خالص يا زيزي، سيبيني انا اتصرف. عشان لما يجي قولي له ماما الباب ده باب طرقه. هو عاملها باب الطرقه كانه باب اوضه، يعني هو فكره حلوه قوي بصراحه. طول ما الباب ده بيتقفل، بيقفل على الشقه من جوه كلها، الاوض بقى بتاعت النوم، وفي بلكونه تانية وفي الحمام. بصراحه الباب ده حلو، انا ما يعني عجبني. لكن اللي ما كانش عاجبني نظام الشقه. انا سبتها هي بعد كده بقى، قلت لها روقي انت على مهلك، انا بس عملت الاساسيات. الدفايات بتاعه الارض ديت او السجاجيد بتاعه الارض دي عجبتني فكرتها قوي، برضو شكلها حلو بصراحه. هي شايله سجاجيدها اللي هي متجوزه بيها، قالت عشان الولاد والبهدله وكده يا طنط جايبه دول خفاف يبقوا ايه يتغسلوا بسرعه.
ماشي، انا ما يعني ما عادي شيلي السجاجيد، لكن تشيلي الانتريه تدفنهولي في الاوضه كده وتخلي السفره هي اللي بره والدنيا منعكشه كده. طب انا والنبي حما مفتريه ولا انا يعني الحق عليا اللي انا عملت كده؟ ابني جه والله قال لي ايه ده، في ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ قلت له ايه، انا مش قادره اقعد كده في المنظر، مش عاجبني. بصوا المطبخ اهو والغساله فيه، بس بصراحة هي كانت ايه، لسه بتعمله فما رضيتش اطلعه، لان احنا اشتغلنا في الصالة انا وتوتة وقلنا لها انت معاكي ربنا في المطبخ. كل حاجة ما كانتش بتعجبنا كنا بنرميها لها في الطرقة اللي هي فيها الباب دي ونقول لها روقيها. عجل الولاد بقى والسكوتر والحاجات دي كلها رميناها لها في الطرقة زي ما انتم شايفين كده، وهي بصراحة بقت تروق ورانا. انا ما بحبش نظام البياضات، انا بتنرفز لما في بياضة بتتحط على الانتريه. مش عارفة يعني أنا والله جبتهم اللي هم طالعين جداد أخوات بتوع زيزي كده عندي بالظبط، بس بتاعتي أنا فوشيا، بس ما بحطهاش. أنا بحب شكل الأنتريه كده. ما اعرفش يعني هل أنا مختلفة عن الناس ولا يعني اللي بيكلفتوا الحاجة كده ويخافوا عليها هم الصح ولا احنا الصح؟ من حقي اروح اقلب الشقة كده عند مرات ابني وانظمها بالطريقة اللي انا عايزاها، ولا الرأي ليهم هم؟ مش عارفة بصراحة، بس أنا عملت اللي أنا عايزاه، قلت لهم لو أنتوا عايزين تنقلوا الحاجة دي تاني وترجعوها بعد ما أمشي أنتوا حرين، لكن اليومين اللي أنا هقعدهم كده. مش يعني مش هقبل أقعد في الوضع التاني. وفعلا رحت أنا وتوتة قعدنا يومين وإحنا ناقلين كده الدنيا. وبصوا رنزة وفرحتها بقى، رنزة عمالة تضحك عليا أنا ومامتها واحنا عمالين نناكف في بعض. ايه اللي انت عاملاه ده؟ تقول لي ايوه يا طنط انا عارفه بتصوري. هتقولي عليا بقى مراتبني معفنه ومراتبني، قلت لها لا بصراحه زي الفل. انا مش هقول حاجه عن النظافه، لكن طريقه الفرش والنظام هي اللي مش عجباني. يعني انا يعني مش عارفه انا ما بعرفش اسكت. فايه رايكم بقى في النظام اللي انا عملته الاولاني ولا ده؟ يعني انا هقبل ان انتوا تنتقدوني وتقولي لي لا يا ماما هلا انت مش من حقك تعملي كده. بتاع البانكيت ده بتاع الانتريه، بصوا بوريكم اللون بتاعه، ولونه موفو جميل، وبرده حاطه عليه فرشه كده مغطيه كل حاجه مغطياها. اللي يغيظك بقى ايه، ان هي بعد ما مشيت صورت لي الحاجه، قالت لي بصي يا طنط انا سبت لك كل حاجه زي ما هي، بس هوريكم عملت ايه برضه. يعني تحسوا ان مراتبني دي بتستفزني، يعني ما اعرفش هي بتحب تغيظني، مش عارفه. هي مراتات الابن كلها كده تحب تغيظ حمواتها كده. قولوا لي طيب، والله العظيم انا مش غبيه ولا حاجه، انا مش عارفه اقول ايه، موتراني مرتبني. هتشوفوا عملت ايه دلوقتي. وبعتت لي فيديو بتقول لي بصي يا طنط سبت كل حاجه زي ما انت عايزاها، بس انا عملت كده. بصوا جابت المطبخ بقى هو الدنيا هو هي بتتروق، خرجت منه قالت لي يلا صوري زي بعض صوره معاكي ما يجراش حاجه يا طنط. وأزة واقفه بقى عماله تشرب بالشاليمو، تقول لي بقى انا بتسقي ايه يا أزة؟ ده بيبسي يا امي، بيبسي على فكره، مش بيبسي مصري يعني عادي، ما احنا عاملين مقاطعة برضو والله. اي حاجة فيها مقاطعة احنا ما بنجيبهاش. لكن ده بيبسي أزة، عشان أزة مدمنة بيبس، بتحب البيبسي جدا. فطبعا استبدلناه بقى بحاجة صنع. بص بتضحك يعني ايه كل ما بتشوفني انا ومامتها بقى شادين مع بعض كده. بصوا بوريكم الدفايات اللي زيزي جايباها، حلوة الواناتها حلوة وجميلة، عجبتني لان هي عندها العفش كله سادة زي ما انتم شايفين. الالوانات اللي في الارض بصراحه يعني خلت شكل حلو. انا ما بقولش حاجه في كده. انا اللي ضايقني منظر الانتريه وهم دافسينه في الاوضه. ايه يا بنتي اللي انتوا عاملينه ده؟ ايه يا طنط، ما هو كيمو اللي عمل كده، كيمو ده على فكره الباشمهندس محمد ابن حبيبي، بس انا ما بعرفش اقول له الا يا كيمو. انا عندي هو يعني ليهم ليه اسم دلع، وتوته اخرى توته اسمها خلود، انا عندي لازم ادلع كده ما اعرفش. هنا بقى الفيديو بتاع ست زيزي اللي هي صورته بنفسها بقى زي ما انتوا شايفين كده. قالت لي بصي يا طنط سايبه لك الحاجه زي ما هي اهي، شايفه السفره اهي، بس انا حطيت اسمها إيه؟ البياضه، البياضات اللي هي بصوا كلفتت برضو الانتري. حطت الدواسه اللي قدام باب الشقه، فرشتها، وحطت برضو الايه اللي تحطوا ليه بياضات. انت عروسه بتحطي بياضات ليه؟ تقولي عشان ليه؟ ما خلاص بقى اعمل ايه، انا مشيت خلاص روحت.
حطي بقى اللي هي عايزاه. بعتت لي بقى فيديو في الاخر بتقولي بصي يا طنط انا فرشت لك الدواسات اهي في الارض زي ما انت كنت عايزه، بس انا حطيت البياضات يا طنط معلش سامحيني. لو انا غلطانه قولي لي انت غلطانه يا ماما هاله. يلا باي.